ازيكم عاملين ايه؟ ازاي اوصل للهدف بتاعي؟ دلوقتي انا عايز اوصل لاي هدف في حياتي، عايز افتح مشروع، عايز انجح في حاجة بعملها، عايز اعمل دايت واوصل للهدف بتاعي. لازم احط تارجت، ولازم اعرف ان انا هبتدي واحدة واحدة وامشي خطوة بخطوة. ما فيش حاجة اسمها ان انا ابتديت مثلا مشروع لازم انجح على طول، لا، في وقت حسب بقى حاجات كتير قوي، حسب حجم المشروع عامل ازاي، انت بتعمل ايه، حاجة هتدرسها، حاجة هتذاكرها، هتبتدي ستيب باي ستيب حسب الحاجة اللي انت هتعملها. ما تحطش شخص تاني مثل ليك انه ده بص وصل في قد ايه، مالكش دعوة بحد. انت لازم تمشي خطوة بخطوة عشان تعرف توصل للهدف بتاعك. لازم أعرف إن أنا مش بادوس على زرار باوصل للهدف، لازم كمان أبذل مجهود شوية، يعني ما ينفعش إن أنا أفضل قاعد مكاني ما باتحركش، ما بادرسش، ما باذاكرش، ما بافهمش ده عبارة عن إيه وأقول أنا المفروض أنجح، لأ، أنت محتاج تعمل شوية مجهود عشان توصل للحاجة دي. يعني مثلًا أنا عايزة أعمل diet plan وعايزة أنجح فيه محتاج تبذل شوية مجهود، يعني لازم أبتدي أجهّز الأكل بتاعي، لازم أبتدي أشوف المفروض آخُد calories قد إيه، سعراتي، أنا عايزة أبني جسمي، عايزة أنقّص دهون، إيه هدفك؟ أنت سِنّك كام، نشاطك عامل إزاي؟ لازم تكون بتجهّز نَفْسك أو بتساعد مع نَفْسك عشان توصل للهدف بتاعك. ابتدي اتحرّك ناحية حاجات، عادات لازم تغيّرها. أنا دلوقتي عايزة أعمل حاجة معيّنة، عايزة أبتدي مشروع معيّن أو شغل زي ما كُنّا بنقول، محتاج تبتدي تنظّم وقتك، يعني ما ينفعش مثلًا يبقى هم 3 ساعات اللي عندي في اليوم وأقول هو ده أنا هاعمل مشروع، لأ، أنت محتاج بقى تبتدي تحاول تصحى بدري شوية، يبقى عندك وقت شوية، هتضحّي بشوية حاجات، خروجات، سفر في أيام معيّنة عشان تنجح، عشان هو محتاج مجهود شوية منّك. فأي حاجة أنا عايزة أوصل لها محتاجة إن أنا أعمل لها شوية مجهود. هادّي مثال على الdiet وعشان ده المجال بتاعي، وإنه أنا بتيجي لي ناس بتبقى عايزة صحتها تبقى أحسن والهدف حلو وهدفها كويس ونخس، لكن مثلًا ييجوا يحطّوا لي شوية شروط، لأ يا دكتور بُصّي أنا مش هينفع إن أنا أنام بدري، لأ بُصّي يا دكتور أنا مش هينفع أشرب مَيّة أكتر من كده، لأ بُصّي يا دكتور أنا مش هينفع أجهّز أكلي. طب ما أنت حطّيت لنَفْسك حاجات، أنت بتقول لنَفْسك أنا مش هاوصل. ما دام أنا عايزة آخُد خطوة لازم واحدة، واحدة أبتدي أغيّر من العادات بتاعتي، دي نقطة. النقطة اللي عكسها تمامًا مش لازم أبتدي أغيّر كل حاجة مرّة واحدة، يعني مثلًا في ناس بتيجي لي عندها بقى إيه، يعني لأ أنا عايز بقى إيه، حاجة تجيب من الآخر، ما فيش حاجة اسمها حاجة تجيب من الآخر، أنت جسمك زي ما قُلنا قبل كده مش مَكَنة، مش هادوس على زرار هنوصل للمثالي، لأ، أنا بامشي step by step. كمان مش لازم أنا هابتدي diet أقوم رايح مشترك في الgym، لأ، خلّينا برضه نمشي خطوة بخطوة، يعني أنت عمرك ما رُحت gym يبقى خلاص، يبقى خلّيني أبتدي الdiet ونبتدي واحدة، واحدة ندخّل حركة، رياضة، لقيت نَفْسك تمام وبتلتزم يبقى نبتدي ندخّل gym ونبتدي بقى ناخُد النظام الرياضي وهنعمل إيه وهنمشي إزاي. فأرجوكم بلاش الextreme في الناحيتين، يعني ولا إن أنا أكون باعمل أقصى حاجة عندي، ولا إن أنا أكون ما باعملش حاجة خالص وعايزة أوصل للهدف، الاتنين صعبين. فمن فضلك لو أنت عايز توصل لأي هدف في حياتك، ابتدي عدِّل عاداتك، ابتدي اصحى مثلًا بدري شوية، أو ابتدي ادّي لنفسك وقت شوية عشان تدرس الحاجة دي، تفهم ده بيحصل إزاي. لو مش عارف تعمل ده لوحدك، روح لحد يساعد معاك، اسأل، اتحرّك ناحية حد سبقك في الطريق ده، بس أرجوك ما تقارنش نَفْسك بحد. يعني مثلًا برضه في الdiet ده المثال بتاعنا، أنا مش لازم أقارن نَفْسي بشخص تاني مثلًا حركته كتير أوي وبينزل كتير أوي وأنا مش بانزل كتير، فما ينفعش إن أنا أقارن الاتنين ببعض، ده حركته كتير فبيطلّع طاقة، أنا حركتي مش أوي فهاحتاج نوع معيّن من الأنظمة الغذائية. ده بياكل كتير أوي وبيخس، بس هو بيتحرك كتير، أنا مش لازم آكل نَفْس كميته. هو بيحتاج، ما تقارنش نَفْسك بحد في الحياة عامةً، وبالذات كمان في الأنظمة الغذائية. وطبعًا في الشغل وفي الحاجات دي كلّها، كل مجال مختلف، كل حاجة مختلفة، طريقة التفكير مختلفة، اسأل، افهم، شوف، لاحظ، اتأمل، اعمل كل ده، لكن من فضلك ما تقارنش نَفْسك بحد في أي حاجة، لإن كل واحد مختلف عن التاني. في واحد متوتر طول الوقت وعايز حاجات بسرعة، ساعات ده بيساعد إن أنت توصل للهدف بتاعك، بس ساعات كمان على النقيض الآخر إن أنا بالاقي إنه التوتر العالي ده بيوقّف حرق الجسم. أنت unique، أنت مختلف ودي ميزة كويسة، فبيبقى ليك حاجة معيّنة ليك عشان توصل للأهداف بتاعتك،
فمن فضلك ما تقارنش نفسك بحد، افهم واتعلم واسأل، بس في الآخر اعمل اللي أنت شايفه أو اللي أنت اتعلمته أو اللي أنت الناس لحد مثلًا في الدايت روح لحد يساعدك. لمّا بييجي لي حد أساعد معاه، يعني أنا بييجي لي ناس ما كانتش بتاكل خالص أو مقللة أكلها، يقولوا لي: "أنا مقلل أكلي، أنا جاي بس عشان أشوف هنعمل إيه." لمّا بنضبّط كمية الأكل وبياكلوا كويس، الحرق بيزيد. وفي النُص نفس الشخصيات دي لمّا بتقوم مقللة أكلها ما بننزلش، نقوم مزوّدين كمية الأكل بينزلوا. بس إيه اللي بنزوّده دي اللي بتفرق، أنا بازوّد بروتين والّا دهون والّا نشويات، كل جسم وكل كيس مختلف عن التاني. ده كده شوية ملاحظات كنت عايزة أقولها في الدايت أو في الحياة عامةً، حاجة تتعلمها أو تستفيد بيها، إنه ادّي وقت وادّي طاقة هتلاقي نتيجة، مش بندّي أوي مش هنلاقي نتيجة، فاهمين؟ ربنا معاكم. لو عندك أي سؤال in general في الدايت عايز تسألني على حاجة معينة تمام، بلاش أسئلة خاصة أوي، لإنه هابقى محتاجة أعرف تفاصيل كتير أوي، ده مش هاعرف من الكومنتات مش هاعرف أرُد عليك فيها. لو عايز المتابعة ابعت لي، هابعت لك الpackage فيها كل التفاصيل اللي أنت عايزها. ميرسي ليكم خالص.